تأتي الذكرى الخامسة للهجوم الوحشي لدولة الاحتلال التركي لمدينة عفرين، في وقت لا تزال المجموعات المسلحة بدعم مباشر من استخبارات دولة الاحتلال التركي ممارسة أشد أنواع الانتهاكات من خطف وقتل وتعذيب وسلب وسرقة وقطع أشجار الزيتون والاستيلاء على المنازل والأراضي بحجج ملفقة بحق من تبقى فيها من سكانها الكرد بهدف تهجيرهم وطردهم منها. لقد عمدت دولة الاحتلال التركية بلعب بالتركيبة السكانية لمدينة عفرين، حيث كان يمثل الكرد 95% من سكانها، وعملت دولة الاحتلال على تهجير ما يزيد من 300 ألف مواطن عفريني أثناء عدوانه عليها، ويستمر نزوح من تبقى إلى الآن بسبب ممارسات دولة الاحتلال والفصائل المرتبطة به، وتوطين أكثر من 400 ألف مستوطن ومسلح قادمون من شتى مناطق الصراع السوري، مستفيدا من دعم بعض دول الخليج مثال قطر والكويت وفلسطين وإسرائيل من خلف الستار، في بناء مستوطنات لإحداث تغيير ديموغرافي وترسيخ احتلالي إلى مدينة عفرين. لقد أثبتت دولة الاحتلال التركي لعفرين بأنها دولة راعية للإرهاب، ولا تتوانى لحظة عن ارتكاب أفظع المجازر وأبشع الجرائم بحق الكرد لتحقيق حلم العنصريين من القوميين الأتراك في العثمانية الجديدة المتعطشين للقضاء على الكرد أصحاب الأرض التاريخية والمتشبثين بها منذ آلاف السنين. إن تدخلات حكومة الاحتلال التركي في شؤون المنطقة يعطي انطباعا صريحا عن وجود أزمة عالمية تلفح بالمنطقة والعالم تستغلها حكومة الاحتلال التركي لترسم بذلك حدود سياساتها الخارجية بما ينسجم مع مطامعها الاحتلالية، ضاربة عرض الحائط المعاهدات والمواثيق الدولية بما يتعلق بالحدود الطبيعية للدولة السورية. لقد تبين جميع السوريين نوايا دولة الاحتلال التركي في سوريا، حيث عملت إلى تحويل السائر السوري المطالب بالكرامة والحرية لمرتزق ينفذ بها أهدافه التوسعية وأبعادهم عن هدفهم الأساسي في الحراك السوري والتضحية بهم في معاركه الخارجية. إن مقاومة أهالي عفرين التاريخية في وجه الاحتلال التركي لعفرين رسمت مستقبل المنطقة برمتها، وبالرغم من تخاذل القوى الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية أثناء الهجوم البربري عليها وصمتهم حيال الجرائم التي ارتكبت والتي وصلت لحد جرائم حرب، إلا أن استمرارهم بالمقاومة في مخيمات النزوح برغم الحصار الجائر الذي تمارسه عليهم القوى المهيمنة على المنطقة، لأنهم استطاعوا قلب التوافقات الدولية بصمودهم وإجبار بعض القوى إلى تحديد مواقفها لحساب مصالحهم الاستراتيجية. ونحن كمنسقية الأحزاب السياسية في مقاطعة شهباي وعفرين نعاهد شعبنا بالاستمرار بالعمل في تشهير سياسة دولة الاحتلال التركي والسعي مع جميع القوى السياسية لمواجهة تحديات المرحلة والمطالبة بخروج المحتل التركي من الأراضي السورية المحتلة، والسعي مع القوى المؤثرة على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرار 2254، والعمل مع جميع السوريين والوقوف جنبا إلى جنب في خندق المقاومة الشعبية لإسقاط القناع المزيف الذي يرتديه نظام الإجرام المتمثل بحكومة دولة الاحتلال التركية لتحقيق سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. منسقين الأحزاب السياسية 19/1/2023. الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، تسقط دولة الاحتلال التركي.